هعلمك النهارده ازاي تحول الصوره من كده لكده. الفرق بين الصورتين دول حاجه واحده، لا مش آلة التصوير، لا الفرق الوحيد هنا هو الضوء في الاعمال البصريه مش مجرد وسيله اني انور الكادر وخلاص، لا الضوء انا ممكن اوصل لك منه رسائل كتيره جدا، او ممكن اوصل لك احساس معين بالضوء. بس النهارده هشرح ازاي تنور فيديو يوتيوب، مش مشهد سينمائي، يعني مشهد انت قاعد بتتكلم فيه الكاميرا زي دلوقتي كده. اول حاجه لازم تبقى عارف انواع مصادر الضوء في منه انواع كتيره جدا كمصادر، واول مصدر عندنا هي الشمس متوفره لكل البشر اللي عايشين على الكوكب، والشمس هي افضل مصدر طبيعي للضوء على وجه الكره الارضيه كلها. مميزاتها ضوء قوي جدا، ضوء نقي، انقى ضوء على كوكب الارض كله ممكن انك تحصل عليه. ولو انت بتصور عدة سحابه انها تنعم الضوء شويه هتاخد احلى لوك ممكن تطلعه في حياتك. بس عيوبها واهم عيب فيها انها متحركه، ممكن تبدا الفيديو باوله تكون شده الاضاءه متناسبه مع اعدادات الكاميرا اللي انت عاملها والاكسبوجر بتاعها مظبوط، ممكن بعد 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه الاضاءه دي تكون قلت او تكون زادت، فهي تخلي الصوره اوفر اكسبوزد او اندر اكسبوزد، فبالتالي هي ما تنفعش لمعظم انواع التصوير. بس برضه هي بتستخدم في بعض انواع التصوير زي التصوير السينمائي برضه، بس بيكون بعض المشاهد بيكونوا عاملين حسابهم بريفليكتورز كتير قوي في المكان بحيث ان الاكسبوجر يطلع مظبوط في الاخر. طيب كده انت هتحتاج مصدر ضوء صناعي. ايه هي مصادر الضوء الصناعيه؟ زي مثلا اللمض اللي في البيت، بس دي تبعد عنها تماما تماما تماما، مش هتنفع ابدا. انواع بقى الاضاءات اللي تنفع اني اصور بيها، اول حاجه عندك رينج لايت، عندك سوفت بوكس. السوفت بوكس فيه انواع بتكون جايه فيها هيد اضاءه بيتركب له لمض عاديه، لمبات عاديه زي اللي بتركب في البيت. في عندك سوفت بوكس بيركب له هيد اضاءه احترافي زي الجودكس والابيتشر. في عندك الاوكتا سوفت بوكس، ده سوفت بوكس ب8 اضلاع. عندك الاوكتا البارابوليك، ده برضو نفس الفكره بس اضلاع اكتر فيبقى شكله كانه مدور. وفي سبوت لايت، وفي ليد بانل، وفي ليد تيوب. انواع الاضاءات هي انواع كتيره قوي، وفي كتير قوي غير كل اللي انا قلته، يعني اللي انا قلته ده جزء بس منهم. انتوا عارفين وانا بكتب الفيديو ده نسيت اني اقول لكم تعملوا لايك وسبسكرايب، طب يلا روحوا اعملوا لايك وسبسكرايب وتعالوا كملوا الحلقه. بس عشان تعرف ايه الانسب لتصويرك، لا طبعا مش هقول لك روح اعمل 1 2 3، انا هشرح لك كل اضاءه او كل نوع اضاءه ايه تاثير وايه حالاته وبيبقى شكله عامل ازاي، وانت بالمعطيات دي كلها تستخدم اللي انت شايفه انسب لرؤيتك انت. فعشان تفهم الموضوع في شويه مصطلحات لازم تعرفها. المصطلح الاول وهو الهايلايت هو المناطق المضاءه في الصوره، او المناطق الفاتحه اللي هي المناطق المنوره في الصوره، زي الجزء ده من وشي لانه عليه اضاءه كتيره فهو مصنف ضمن الهايلايتس. تاني حاجه هي والشادوز هي المناطق المظلمه في الصوره، زي المكان ده هنا او الكرسي هنا او الستاره فوق هنا، كل الاماكن ديت من ضمن الشادوز. تالت مصطلح هو الهارش لايت يعني ضوء حاد، يعني الضوء لما بينزل على اي جسم من الاجسام اللي بيقابله بيخلف وراه ظلال حادة الشكل، أطرافها حادة، وبيبين تفاصيل أكتر من الشيء اللي هو بينوره. وعشان تحصل على ضوء حاد لازم مصدره يكون صغير وتكون شدته عالية. زي إيه مثلا؟ زي الشمس حجمها كبير جدا جدا جدا، لكن برضو الشمس بعيدة عننا جدا 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 جدا. لكن بالنسبة لنا احنا بنشوف الشمس انها حلقة قد كده، ده لانها بعيدة جدا عننا وشدة اضاءتها عالية جدا، فبالتالي الشمس هو اقوى مصدر ممكن تاخد منه على هارش لايت. لكن طبعا لو عدت سحابة قدام الشمس هتنعم الضوء وهيبقى سوفت لايت. وبرضه ممكن تاخد هارش لايت من اي هيد اضاءة بس مجرد ان هو يتشال من عليها السوفت بوكس بتاعها. رابع مصطلح هو السوفت لايت، باين من اسمه يعني ضوء ناعم، هو ضوء بيبين التفاصيل انعم وبيخلف وراه ظلال برضو انعم والاطراف بتاعتها ناعمه مش حاده الشكل، زي الظلال اللي على وشي دلوقتي. الظلال دي جايه من سوفت لايت لان قدامي هنا سوفت بوكس. وعلشان تحصل على ضوء ناعم لازم مصدره يكون كبير، يكون الاضاءه جايه من مصدر كبير، زي مثلا السوفت بوكس او الاوكتا العاديه او الاوكتا البارابوليك، او اي مصدر ضوء يكون حجمه كبير، لان كل ما حجم الضوء بيبقى اكبر بيكون انعم على المكان اللي نازل عليه. انت دلوقتي فهمت يعني ايه ضوء ناعم وضوء حاد.
ملحوظه بس، مفيش في الاضاءه صح وغلط، مفيش صح وغلط، مفيش صح وغلط. انت بتنور حسب انت عايز تطلع ايه، حسب اللوك اللي انت عايز تاخده، وحسب الرساله اللي انت عايز توصلها. يعني مثلا الضوء الحاد اللي هو ما يستحسنش يكون في كل الفيديوهات، مثلا زي ما انا قاعد بتكلم دلوقتي، ما يستحسنش ان الضوء اللي على وشي يكون حاد. لكن الضوء الحاد دي استخدامات كتيره جدا جوه السينما وبره السينما، وفي كليبات الاغاني، في الاعلانات. ممكن الضوء الحاد نستخدمه في تطبيقات كتيره جدا، والضوء الحاد برضو بيدي صوره حلوه جدا لما بيتحط بطرق معينه. الضوء الحاد او الهارش لايت ممكن يستخدم بانه يكبر الفرق بين الظلال والنور، او انه يعمل كونتراست اكبر. ده ممكن يساعدك انك تاخد لوك درامي اكتر. وطبعا زي ما قلت حسب رؤيتك انت بتنور. طيب لو بالنسبه لفيديو يوتيوب يستحسن يكون سوفت لايت، يبقى كده معانا سوفت بوكس، اوكتا بارابوليك، وممكن برضو رينج لايت بس يكون مقاس كبير شويه. دلوقتي انا هقوم هقفل كل الاضاءات وهسيب بس اضاءه المكان اللي انا فيه عشان تبقى شايفني بس مش اكتر، وهبدا اوزع الاضاءات اضاءه واوريك تاثير كل اضاءه منها على المشهد لوحدها. كده انا طفيت كل الاضاءات وشغلت بس اضاءه المكان عشان تبقى شايفني، وطبعا عليت الايزو ل 1600 وغيرت في الاعدادات طبعا عشان ما يكونش فيه شاتر فليكرنج. الطريقه اللي هننور بيها هي ال 3 بوينت لايت. دي بتكون من 3 نقط اضاءه اساسيين. اولهم هو الكي لايت. الكي لايت مهمته ان هو ينور العنصر الاساسي اللي هو في المشهد ده انا. طفي بقى النور كله كده، انا مشغل الكي لايت لوحده ومنور وشي، وطبعا رجعت الايزو ل 400 وظبطت الشاتر تاني على الفريم ريت اللي انا كنت بصور عليه. كل الحاجات دي كنت شرحتها في فيديوهات قديمه، ممكن تلاقوها من الاي فوق او في الديسكربشن تحت. ومهم ان الكي لايت يتحط يا يمينك يا يتحط شمالك، ولازم يكون اعلى منك وباصص لك بزاويه 45. ليه الموضوع ده كله؟ انت وشك فيه مناطق مرتفعه زي جبهتك ومناخيرك، وفي مناطق منخفضه، فلما نحط الاضاءه بزاويه ما تكونش قدامك بالظبط، تكون بزاويه اعلى منك وجايه على اي جنب من جنبينك، فالضوء هينزل ويصطدم بمناخيرك وجبهتك او المناطق المرتفعه في وشك، والمناطق دي هتحجز مرور الضوء، فوراها هيتكون ظل. فالظل ده هيساعدنا ان الصوره يكون فيها عمق اكتر، وان وشك ما يكونش عباره عن ورقه 2 دي قدامك، لا انت تبقى شايفها ان هو مجسم 3 دي. تاني جزء في الاضاءه وهو الفيل لايت. الفيل لايت بنستعمله بعد ما وجهنا الكي لايت. هتلاحظ ان بقى فيه ظلال كتيره جدا زياده عن اللزوم في الاتجاه المعاكس ليه على وشي، فبالتالي احنا هنشيل ازاي الظلال دي. هو ده دور الفيل لايت. الفيل لايت ممكن تستخدم اي اضاءه انت عايز تستخدمها، ممكن تستخدم سوفت بوكس تاني عادي جدا، ممكن تستخدم رينج لايت، او ممكن تستخدم ريفليكتور. ده كده الشكل من غير الريفليكتور، وده كده الشكل بالريفليكتور. طبعا الفرق كبير جدا، بس طبعا زي ما انتم شايفين في لسه ظلال على وشي. الفيل لايت ما بيكونش بنفس القوه بتاعه الكي لايت، لان احنا مش عايزين نخفي الظلال خالص، احنا بس عايزين نقللها شويه. كده التاثير من غيره، كده التاثير بيه. اللي بعد كده هو الباك لايت، وهو واضح من اسمه، اضاءه بتتحط وراه. وهدف الاضاءه دي انها تعمل حاجه اسمها الريم لايت، بمعنى انها تحددك من احدى جوانب جسمك، اذا كان الجانب اللي ورا ده او الجانب اللي ورا ده. طيب ليه تحددك؟ عشان تفصلك اكتر من الخلفيه. ده بيزود العمق في الصوره. بس في حاجه ضروريه، لما تحط الباك لايت لازم تحطه قصاد الكي لايت بتاعك. طب ليه؟ الكي لايت المكان اللي هو بيبقى منوره في وشك بيبقى منوره بالكامل زي ما انت شايف هنا، ويكون في هنا بعض الظلال. الفيل لايت يملى جزء من الظلال دي، بس لسه متبقي شويه ظلال. شويه الظلال دول احنا هنملاهم بالريم لايت، اللي هو هيكون لونه مختلف عن الاضاءه اللي انا مستخدمها، اضاءه صفرا مثلا. انما لو انا هخلي الريم لايت موجود ورايا هنا، فهو تاثيره مش هيبان على وشي اساسا، لان الكي لايت من شدته هيبقى مغطي عليه، فبالتالي هو لازم يكون قصاد الكي لايت في الناحيه الثانيه. فانا حاطط الريم لايت في الاتجاه ده كده تأثير الريم لايت بعد ما شغلته. زي ما قلت الريم لايت في الاتجاه ده بيرمي الضوء عليا من هنا وشوية من كتفي، بس طبعا برضو الكي لايت مغطي عليه شوية. ونقطة مهمة، الريم لايت لازم يكون هارش لايت، لسه قايلين عليه من شوية، ضوء حاد بيخرج من مصدر صغير وقوي. انا عن نفسي بستخدم سبوت اضاءة هو اللي بيرمي عليا الريم لايت، وده كده تأثيره لوحده. كده احنا خلصنا ال3 نقط الأساسيين، بس ده مش معناه انك ممكن ما تضيفش. احنا ممكن على فكرة نضيف اضاءات تاني براحتنا عادي. ورابع حاجة هستخدمها هي الباك جراوند لايت، وده مهمته انه ينور الخلفية اللي ورايا نفسها. ده بيساعد انه ينور الخلفيه، لان لو الخلفيه مظلمه زياده عن اللزوم ممكن ابان ان انا طالع من خارج الظلام حرفيا. طبعا برضو مفيش صح وغلط، انت ممكن تستعمل ده عشان توصل بيه رساله معينه انت عايز توصلها، يعني مش شرط انك لازم تنور الخلفيه في كل الفيديوهات اللي هتعملها، بس انا بحب انور الخلفيه باضاءه ملونه انها بتدي شكل حلو. ادي كده شكل الباك جراوند لايت، وكده انا مشغل كل الاضاءات الاساسيه اللي بستعملها في تصوير فيديوهاتي. في هنا نقطه مهمه، لو انت عايز تستخدم الباك جراوند لايت بلون فيستحسن تخلي فيه كونتراست بين الالوان. طيب
تعمل ده ازاي؟ شايف عجله الالوان اللي قدامك دلوقتي؟ لو لاحظت اللون الاصفر اللي فيها اللي انا بستخدمه كريم لايت بيواجه قصاده بالظبط الضوء الازرق او اللبني السماوي اللي انا بستخدمه كباك جراوند لايت. فلو انت مثلا عايز تخلي الريم لايت يبقى لونه احمر فانت يستحسن تخلي الباك جراوند لونها اخضر، وهكذا اللون اللي قصاده. وبرده دي مش قاعده، دي مجرد طريقه، انت ممكن تستخدم الحاجه الانسب ليك. وطبعا في متغيرات كتيره جدا، منها لون بشره الشخص اللي بتصوره، لون اللبس اللي هو لابسه، لون شعره، الالوان اللي في المكان نفسه. فكل الحاجات ديت متغيرات في طريقه اضاءتك للصوره. انا كده ما شرحتش كل انواع الاضاءات دي، بس الاضاءات اللي تنفعك انك تصور بيها فيديو يوتيوب، لكن طرق الاضاءات كتيره جدا جدا جدا، حرفيا ملهاش اخر بجد. وده كده الشكل النهائي لل 3 بوينت لايت. بس طبعا الصوره مش هتكون مظبوطه كده الا لو انت بتعرف تصور مانيوال. ولو انت ما تعرفش ازاي تصور مانيوال، اتفرج على قائمه التشغيل دي وبعدها الفيديو ده. متنساش تعمل لايك، سبسكرايب. سلام.